السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ اهلا بيكم في قناة في عشق الكروشيه مع دعاء محمد. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات جديدة باستمرار، والفيديوهات ديت واكتر موجودة على قناة في عشق الكروشيه، وهحط لكم الرابط بتاعها اسفل الصندوق بتاع الوصف. الفيديو النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل شال او سكارف او كوفية بغرزة الياسمينة الكبيرة، وهي غرزة جميلة جدا وواضحة وسهلة جدا وما بتاخدش خيط كتير. اي خيط ممكن تستخدموه، الجنجاه هيبقى تحفة جدا فيها. انا استخدمت خيط وسط صوف وابرة مقاس 3.5. هنبتدي هنعمل الاول عقدة البداية، وبعد كده هنعمل عدد سلاسل مضاعف لرقم 10، وفي الاخر نضيف 5 سلاسل. يعني انا في الشغل اللي انا عملته دوت اشتغلت 30 سلسلة، وبعد كده ضفت عليهم 5. انتي عايزة تزودي هتضيفي مثلا 10 كمان 40، وتضيفي كمان 5 يبقى 45، 55، 65، وهكذا زي ما انت عايزة الطول اللي يناسبك. انا هنا عاملة 35 عينة عشان اوريها لكم. ومهم جدا ان انتوا تعدوا عدد السلاسل عشان تبقى مظبوطة معاكم. بعد ما هنخلص السلاسل هنخش في الغرزة رقم 2، وهنعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده كل غرز نشتغل فيها هنعمل فيها غرزة حشو، في كل غرزة سلسلة هنعمل فيها غرزة حشو لحد آخر السطر. هنستمر حشو لحد آخر السطر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. كده بعد ما خلصنا غرزة الحشو في السطر دوت هنبتدي السطر الجديد. هنرتفع سلسلة 2 3 4 5، وبعد كده نلف الشغل وهناخد لفة وهنسيب 1 2 3 4، وفي رقم 5 هخش اعمل عمود. وبعد كده في الغرزة اللي بعديها هعمل عمود. هكمل بعد كده اعمل كمان 4 عواميد، هيتكون لي 6 عواميد. 3 4 5 و6. وبعد كده هعمل 5 سلاسل تاني، 3 4 5، وهسيب تحت 1 2 3 4، وفي رقم 5 هخش اعمل تاني 6 عواميد. 1 2 3 4 5 6. وبعد كده اعمل تاني 5 سلاسل تاني، واسيب 4 غرز حشو، وفي الخمسة اعمل 6 عواميد تاني. هكذا هنستمر بنفس الطريقة دي لحد ما نخلص السطر عندنا. هكمل ال6 عواميد دولت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنيجي في اخر هنا بعد ما عملت ال6 العواميد دي كده اخر جزئية، هعمل 3 سلاسل، وبعد كده اخد عمود بلفتين، وهيتفضل عندنا 3 غرز. في رقم 4 هدخل اعمل غرزة عمود بلفتين، اسحب الخيط مرة واتنين وتالت مرة. ده كده هيبقى شكل السطر عندنا. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، وهخش في الفراغ الاول ده هعمل عمود ب3 لفات. بنسحب لفة 2 والتالتة، وبعد كده بندخل في الفراغ نسحب الخيطة مرة، وبعد كده ناخد لفة 2 3 4، وتاني هاخد 3 لفات
ونعمل عمود ب3 لفات تاني. بناخد الحيطة تاني سحبة 2 3 4، وهنكرر تاني عمود ب3 لفات تالت مرة. يبقى الفراغ الاولاني ده عملنا 5 سلاسل و3 عواميد 3 لفات. وبعد كده هناخد تاني اللفات بتاعه العمود ال3 لفات، وفي الفراغ اللي بعديه على طول هنعمل 3 عواميد 3 لفات. ده اول عمود، لفة 2 3 4، تاني عمود، وتالت عمود، وبعد كده هعمل 1 2 3 4 5 سلاسل، وارجع تاني اعيد العواميد زي اللي عملتها ال3 عواميد 3 لفات دي اعملها تاني. اول عمود، تاني عمود، يبقى السطر دوت الشغل فيه عواميد 3 لفات. تالت عمود، سوري، وبعد كده بصوا هيبتدي ايه، اول بتلتين يظهروا. بعد كده الفراغ اللي بعديه هعمل تاني 3 عواميد 3 لفات 5 سلاسل 3 عواميد 3 لفات. ناخد اللفات بتاعه العواميد وادخل في الفراغ، اعمل اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، و5 سلاسل، وبعد كده 3 عواميد 3 لفات تاني. اول عمود، تاني عمود. هنستمر في كل الفراغات الكبيرة اللي موجودة في السطر دوت هنعمل فيها 3 عواميد 3 لفات 5 سلاسل 3 عواميد 3 لفات. هنيجي في اخر جنب دوت هنعمل فيه 3 عواميد 3 لفات برضو، 1 2 3 وبعد كده هعمل سلسلة 2 3 وعمود تاني 3 لفات، عمود واحد 3 لفات، يعني في الاخر عملنا 3 عواميد 3 لفات 3 سلاسل وعمود 3 لفات.
ده كده انا هعتبر السطر الاول اللي فات ده هو السطر الاول، وده كده يعتبر السطر التاني، ما احتسبتش سطر الحشو سطر عشان السطور دي هتتكرر. بعد كده هرتفع سلسلتين، وهاجي في الفراغ الاول دوت هنشتغل السطر دوت عواميد عادية، عمود، 2، 3، ونيجي نعمل بعد كده 5 سلاسل، 2، 3، 4، 5. وبعد كده هنخش في الفراغ اللي بعديه نعمل 6 عواميد. الخيط اللي انا مستخدماه خيط إليزا، ممكن تستخدموا خيط هيمالايا، ممكن تستخدموا خيط ناكو، ممكن تستخدموا في انواع كتيرة نازلة جديد، في ايول، في حاجات كتيرة قوي نازلة ممكن تبقى مناسبة للشال ده او للسكارف ده. وممكن كمان الشال ده يتعمل بيه ملابس الاطفال، مثلا بلوزات او فيست او حاجات زي كده، هيبقى شيك جدا. بعد كده هنعمل تاني 5 سلاسل، وفي كل فراغ من الفراغات الكبيرة اللي هتبقى موجودة في النص زي ديت هيتعمل فيها 6 عواميد. انا هكمل ال6 عواميد اللي في النص وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. كده بعد ما عملت ال6 عواميد وال5 سلاسل، هنيجي في الفراغ الاخير دوت هنعمل فيه 4 عواميد 3 لف 4 عواميد عاديين، عمود بلفة. ده كده يعتبر السطر التالت. تاني عمود، تالت عمود، وده كده اخر عمود. هنرتفع بعد كده 2، 3، 4، 5. وبعد كده هنيجي في الفراغ دوت هنعمل زي الفراغات الكبيرة بتاعة السطر اللي فات، هنعمل فيها 3 عواميد 3 لفات، وبعد كده 5 سلاسل، 3 عواميد 3 لفات. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعد كده 5 سلاسل، وبعد كده 3 عواميد 3 لفات تاني. واحد، اتنين، وتالت واحد. يبقى احنا في الفراغ دوت عملنا 3 عواميد 3 لفات، 5 سلاسل، 3 عواميد 3 لفات. كده زهرة الياسمينة ابتدت توضح. هنعمل في كل فراغ من الفراغات الجاية نفس الموضوع اهو. بعد ما خلصنا اخر السطر الرابع بننهيه بعمود ب3 لفات في اول غرزة للسطر اللي فات. تمام، ده كده شكل ال4 سطور. احنا كده هنكرر السطر الاول والتاني والرابع، هراجع عليهم معاكم. بنبتدي الاول بنرتفع 5 سلاسل، وبعدين في الفراغات الكبيرة ديت بنعمل 6 عواميد بلفة. ده يعتبر كده كأنه السطر الاول. دول يعني السطور ال4 دولت هيبقوا تكرار دايما. 6 عواميد بلفة، وبعد كده 5 سلاسل، والفراغ اللي بعديه 6 عواميد بلفة، وهكذا 5 سلاسل 6 عواميد بلفة، 5 سلاسل 6 عواميد بلفة. ده يعتبر السطر الأول. تمام.
ده كده اخر عمود في الفراغ دوت، وبعد كده 5 سلاسل تاني، وبعد كده الفراغ دوت برضو 6 عواميد، وهنيجي بعد كده هنعمل سلسلة 2 3 وعمود بلفتين في اخر عمود للسطر اللي فات. تمام، ده كده السطر يعتبر رقم 1. نيجي على السطر التاني هنرتفع 5 سلاسل، وفي اول فراغ دوت هنعمل 3 عواميد 3 لفات، يبقى بنرتفع 5 سلاسل وبعد كده 3 عواميد 3 لفات. ده اول واحد، وده تاني واحد، ودوت تالت واحد. وبعد كده بنيجي في الفراغات الكبيرة ديت بنعمل 3 عواميد 3 لفات، 5 سلاسل 3 عواميد 3 لفات. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، 5 سلاسل، عمود ب3 لفات، تاني عمود، وتالت عمود. وهنكرر الفراغات اللي جاية بنفس الطريقة. هنيجي على اخر فراغ عملت فيه 3 عواميد ب3 لفات، وبعد كده عملت 3 سلاسل وعمود 3 لفات، يبقى اخر فراغ معمول 3 عواميد 3 لفات 3 سلاسل وعمود 3 لفات. بعد كده السطر اللي بعديه بنرتفع سلسلتين، وبنعمل في الفراغ الاول 3 عواميد وبعد كده 5 سلاسل، وفي كل الفراغات الكبيرة اللي في النص بنعمل 6 عواميد، وبينهم وبين الفراغات دي بنعمل 5 سلاسل. يعني احنا السطر دوت برضو بنشتغله 6 عواميد 5 سلاسل 6 عواميد. هعمل دوت برضو 6 عواميد و5 سلاسل، وفي اخر واحد دوت هنعمل فيه 4 عواميد. يبقى 6 عواميد 5 سلاسل، وفي اخر واحد بنعمل 4 عواميد. اخر سطر اللي هو التكرار اللي هو السطر الرابع هنرتفع برضو 5 سلاسل، وبعد كده دوت الفراغ الكبير هنعمل فيه 3 عواميد 3 لفات، وبعد كده 5 سلاسل 3 عواميد 3 لفات. ده كده تالت عمود، وسلسلة 2 3 4 5 عمود 3 لفات تاني، 2 3. وفي كل فراغ من الفراغات الجاية هنعمل 3 عواميد 5 سلاسل 3 عواميد 3 لفات. في الاخر خالص هنا بنيجي على اول عمود او اول فراغ بنعمل فيه عمود 3 لفات. عشان ننهي الاسكارف دوت لازم نرجع نعمل السطر الاولاني ده تاني، او السطر اللي هو فيه العواميد عشان نعمل فيه سطر غرزة حشو. فبنعمل تاني اللي هي الايه العواميد اللي هي الست عواميد 5 سلاسل 6 عواميد تاني. هعملهم بسرعة معاكم برضه اوريها لكم بسرعة. تمام، نعمل 6 عواميد 5 سلاسل 6 عواميد، واخر السطر خالص بنعمل فيه الجزئية الأخيرة بنعمل فيها الايه اللي هو العمود اللفتين. كده بعد ما خلصناه هنبتدي بعد كده بقى هنعمل سلسلية والف الشغل، وهاجي في الفراغ دوت هعمل غرزة حشو 2 3، وبعد كده هاجي على ال6 عواميد هعمل عليهم 6 غرز حشو، فوق كل عمود غرزة حشو واحدة. تاني واحد، تالت واحد،
رابع واحد، خامس واحد، وسادس واحد. وبعد كده هاجي في الفراغ هعمل واحد حشو، اتنين حشو، تلاتة، واربعة. ونرجع تاني في العواميد هنعمل ايه؟ فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود سوري غرزة حشو. وفي الفراغ هنعمل 4 غرز حشو. هخلص الجزئية دي بسرعة، واخر جزئية هوريكم هنعملها ازاي. في الفراغ الاخير دوت هنعمل فيه غرزة حشو، اتنين، تلاتة، وناخد سلسلة وبعد كده نقص الخيط. ده كده بيبقى شكل الاسكارف بعد ما يخلص. انا وريتكم منه عينة، حابين بقى تحطوا عليه شراشيب حطوا، حابينه كده سادة. هو شكله لذيذ جدا في الالوان السادة والجنجاء. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واحب اشوف مشغولاتكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب للشانل. سلام عليكم.